السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى بمناسبة دخول المدارس هنعمل مع بعض لانشون بطريقة بسيطة جدا. هنعمله في الخلاط بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنقول بسم الله ونبتدي. عندي كوباية زيت، 4 بيضات، نص كوباية دقيق، ربع كوباية نشا، 5 معالق كبار جبنة كريمي، وعندي طبق فيه توابل، ملح وبابريكا وبهارات لحمة، وعندي توم باودر وبصل باودر، وعندي مرقة. تمام، وعندي فلفل حب لون احمر. وهعمل الحاجات دي كلها في الخلاط. تمام، يلا بينا نقول بسم الله ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. يلا بينا نبدأ وصفتنا. هنزل بالبيض، 4 بيضات زي ما احنا شايفين بدرجة حرارة الغرفة، وعندي كوباية زيت. تمام كده كله في الخلاط. هنزل دلوقتي عندي كمان نص كوباية دقيق، ما كترش، هي المادة اللي هربط بيها الحاجات دي، و5 معالق كبار جبنة كريمي. ممكن نستخدم جبنة مثلث عادي لو حابين، هي تنفع بدي وبدي. تمام، بس انا استخدمت النهاردة في الوصفة دي جبنة كريمي، اخدت 5 معالق كبار. تمام كده. هنزل بعد كده بالدقيق نص كوباية، هي مادة الربط اللي عندي، والنشا ربع كوباية. تمام كده زي ما احنا شايفين كله هنزل بيه في الخلاط. بعد كده عندي التوابل، هنزل بيها زي ما قلنا، ملح وبهارات لحمة وتوم وبصل باودر ومرقة وبابريكا. تمام كده. عندي لون احمر بقى اللي هيظبط لي اللون بتاعي زي ما احنا عايزين، حسب اللون هو احنا اللي نقدر نتحكم فيه. بنزل بكام نقطة كده زي ما انا عايزة اكمل، لو عايزة ازود واخلي اللون اكتر من كده هزود. هضرب بعد كده المكونات في الخلاط ويطلع بالقوام ده. عندي شايفين كريمي جميل ازاي، حلو قوي. لو حابة تغمقي اللون عن كده ممكن تستخدمي ايه، زودي اللون بتاعنا اللي هو الاحمر. تمام. عندي بقى هنا هعمل حاجة دي ازاي. انا عندي علبة لبن فاضية او اي علبة سمنة، قالب كيك، اي حاجة ممكن استخدم فيها. وعندي كيس حراري اللي هي الكياس اللي بتدخل الفرن عادي، هستخدمها فيها وهسوي فيها اللانشون. وعندي مية طبعا بتغلي على النار في الوقت ده. الفلفل الحب الاسود اللي عندي هستخدمه طبعا، مش هستخدمه احطه في الخلاط، لا انا بحطه لما بنزل باللانشون بتاعي في الحاجه بتاعتي، في الكيس بتاعي. بنزل بعد كده بالفلفل الحب، ممكن نعمله بالزيتون عادي اللي مش حابب الفلفل، وممكن نعمله ساده خالص. بنزل بربع الكميه الاول تحت، بقسمها على 3 دفعات، يعني بنزل بالدفعه الاولى وبنزل عليها الفلفل الحب. تمام. وبعد كده بنزل ايه ببقيه اللانشون زي ما احنا شايفين بالطريقه دي كده. زي ما قلنا لو حابين نحط الزيتون نحط، لو مش حابين اي حاجه خلاص بنستغنى عن اي حاجه من دي، الزيتون او الفلفل، ونخليه ساده زي ما احنا حابين. تمام كده. بنزل بباقي الخليط كده، خلصنا. بخبط الصفيحه كده كام خبطه عشان اي هوا ايه يخرج منها، وبنزل برضو بالفلفل الحب تاني. تمام كده. بعد كده بقفل الكيس كويس قوي عشان ما يوصلوش ميه، وبخرج منه اي هوا موجود عندي، وبربطه كويس قوي باحكام بالشكل ده. تمام كده. بتكون عندي ميه بقى على النار بتغلي، هنزل فيها اللانشون بتاعي وهتقله بحاجه، طبعا هقفله فويل عشان احكم البخار يكون فيه ويسوي لي اللانشون كويس قوي. هقفله فويل وبعدين احطه ايه في الحله. تمام. في المرحله دي انا كنت نسيت اعمل احط الفويل، بس بعد كده رجعت حطيت له فويل. هحط اي حاجه عندي اتقله بيها او غطا او اي حاجه. انا عندي اللي هو المج ده هحطه عليها كده. تمام كده. هسيبه بقى لمده ساعه يستوي زي ما احنا شايفين، والميه بتغلي. هسيبه ساعه يستوي، وبعد الساعه هخرجه معايا واشوف هيبقى شكله عامل ايه ازاي. ده استوى معانا اللانشون. بنشيل بقى الفويل بتاعنا، شايفين جامد ومستوي جدا. يلا بينا نفتحه. بسم الله ما شاء الله، بجد يا جماعه جميل قوي، اللهم صل على النبي. بصوا شايفين حلو قوي بجد، جميل. نقطع بقى الكيس بتاعنا دلوقتي ونشيله من على اللانشون عشان نشوف هنقدمه ازاي.
ده اللانشون بتاعي بعد ما خلص، جميل جدا وطعمه بجد يا جماعه بجد ما يعني مش عايزه اقول لكم احسن من اللانشون اللي بتجيبه من بره. حاجه مضمونه طبعا جدا، وانتي عاملاها بايدك في البيت لولادك عشان خاطر المدارس، فطار، عشاء، اي حاجه. بس جميل قوي وهيوفر معاكي. اللانشون احنا عارفين انه غالي، وحاجه مضمونه، وكفايه ان انتي اللي عاملاها بايديكي. بتمنى الفيديو يعجبكم ونتقابل في فيديو جديد.